وامام عاشور بيستجم في الجونه. واللي كان متابعني النهارده وانا نزلت فيديو قبل الماتش كنت قلت رساله لامام عاشور، قلت له انت المتنفس وانت المنقذ الوحيد لينا في الماتش ده. وطلع بجد فعلا سمع كلامي وكمل ابداعاته واثبت اللي هو افضل لاعب في النادي الاهلي وفي مصر وفي افريقيا الفتره الاخيره. الولد ده يا جدعان اقسم بالله العظيم ثلاثه رجع خلاص للمستوى اللي انا كنت عايز اطلبه من زمان لما كان بيلعب في الزمالك. خلاص امام عاشور اون فاير. النهارده يا جماعه كان امام عاشور بيلعب الجونه لوحده عشان بس نكون منطقيين. الولد النهارده عمل كل اللي عليه. النقطه الثانيه، قبل الماتش نزلت فيديو صغنن كده بعد ما التشكيل نزل، قلت يا جماعه هو فين عمر الساعي؟ يعني انت بتنزل لي كوكا، يعني بتنزل لي قصدي كريم نيدفيد. كريم نيدفيد ايه بس؟ وكريم حلنبوحه ايه بس؟ انا عايز افهم مين اللي سماه نيدفيد؟ انا مش فاهم. فين النيدفيداف كده يعني؟ مش فاهم انا والله العظيم بجد حاجه تحرق الدم. ما تقوليش على حته ان عمر الساعي الكره الجون كان فاضي وضيع الكره وجابها في العارضه، ما تركزش في الحته دي. انا هرد عليك برد تاني بقى، هقول لك على الاقل عمل هجمه، يعني على الاقل ارى وعمل هجمه. يا جماعه عمر الساعي قسما بالله العظيم ثلاثه ده مستقبل خط الوسط للاهلي لو كولر بص معاه شويه. ومشكله كولر هو بيحب وبيكره، بيحب وبيكره. موت لنا كهربا بسبب قصه ان هو بيحب وبيكره. وفي نقطه عايز اتكلم فيها، في آفة موجودة عندنا في الفرقة في الجيل ده، جيل النادي الأهلي الحالي، تمام؟ اللي هو الماتش لو مهم قوي هننزل وندوس ايه زي ما يكون ايه اللي هو ايه، احنا جيل الزرار. احنا عندنا جيل كده، الجيل بتاعنا اللي هو اللي احنا فيه دلوقتي ده اسمه جيل الزرار. والله العظيم ماتش مهم هندوس على الزرار، ماتش نص نص يعني صباح الفل، يعني هننزل بدون اهتمام قوي. يعني ماتش زي بتاع النهارده جونه، مع كل الاحترام للجونه الماتش سهل فمش هنلعب اصلا. وده في حد ذاته يعني امر كارثي ان يكون في اول شوطه في المباراه تجاه المرمى، يعني مش عايز اقول لك ما بين ال6 يارده او ما بين ما بين العارضه والعارضه، لا ده اتجاه المرمى من قفشه في الدقيقه 37. ايه يا راجل ده؟ ايه ده؟ انا اوصل ازاي جايب نتيجه 1-0 ومتقدم مع الجونه، وازاي اوصل للدقيقه 80 ولا حاجه و80 اكون قاعد مرعوب خايف يخش فيها جون؟ يعني ايه ده؟ فين هويه النادي الاهلي؟ فين هويه اللي هو بيقول لك ايه مثلا روح الفانيلا الحمراء؟ فين يا جماعه؟ يا جماعه اللعيبه بتاعتنا لازم تفهم ان كل ماتش لازم نحترم المنافس بتاعنا. احنا لغايه دلوقتي ما اتعلمناش. لما خسرنا من السوبر الافريقي عشان خاطر كنا ليله المباراه كنا بنتفق ازاي نحتفل، ليله المباراه بتاعت السوبر الافريقي كنا بنتفق ازاي لما نيجي نطلع في التلفزيون هناخد كام. فانا كده قلت يعتبر اللي عندي وقلت اللي جوايا. وانا افتقدت النهارده بجد وسام. يا جماعه احنا بجد وسام قوه ضاربه بالنسبه للنادي الاهلي. النهارده كهربا يعني يعتبر ماتش الوداع، وكان لفته كويسه قوي من امام عاشور لما امام عاشور خد النهارده راجل المباراه اداها لكهربا، وحتى هم قعدوا يهزروا شويه كده. فالحمد لله الشوط الثاني مغاير جدا عن الشوط الاول. هجمات التغييرات لما تمت الكره بدا يفوق، دايما الكره بيفوق في الدقيقه 75 او الدقيقه 65 مش عارف ليه. يعني بيشوف زي ما يكون بيشوف فيديوهاتنا مثلا اللي بننزلها قبل الماتش فبيشوفها بتوصله في الدقيقه 75 فيبدا يعمل تغييرات. فيا جماعه نروح نضرب احنا يعني بجد والله العظيم. يعني انا قبل الماتش قلت يا جماعه كل يعني الراجل عمر الساعي لازم يلعب. لما نزل عمل فرق في خط الوسط، عمل فرق. ما تقوليش على الكره اللي ضاعت دي، احنا اتكلمنا عليها من شويه خلاص بقى يعني على الاقل عمل هجمه، يعني فاهم حاجه. فالحمد لله احنا كده الاول على جدول الدوري المصري. وكان قبل الماتش كان بيراميدز فايز على غزل المحله 3-0. وعايز اقول لكم يا جماعه بيراميدز بقت نسخه قويه جدا من اقوى النسخ لبيراميدز من يوم انشائه. دي حته كده ببلغكم بيها. بيراميدز يا جماعه في المركز الاول في مجموعات دوري ابطال افريقيا يعني. فلازم نركز شويه. ماتشنا بتاع مع بيراميدز قريب ان شاء الله، مش عارف يوم 23 بيتهيألي الشهر ده. فان شاء الله خير، تكون الفرقه بقى بدات تقف على حيلها شويه. والنهارده اتمنى نسمع السرينه عشان الواحد ايه عنده حموضه فعايز ايه يشيل الحموضه بتاعته دي. بعد اذنك يعني يا كابتن محمود الخطيب، يعني الف مبروك يا رجاله. اراك ضحكه.